واهلا بيكم مرة تانية. النهاردة بقى اكل ايه بقى؟ مصري، اكل بيتي مصري جميل. احمد معانا اول مرة في الفيديو، فالنهارده هنروح نجيب الانجريدينتس كلها اللي احنا محتاجينها. في شخص بيقول ان هو بروفيشنال في الطبخ، فهنجيب له الانجريدينتس ونجرب الاكل المصري بقى في البيت. هو ميزه الاكل المصري بقى وانت تعمله مع جروب وكده بيوفر عليك كتير قوي قوي قوي، وبيبقى حلو في نفس الوقت ومضمون. السؤال المهم بقى، الاسعار هنا في دهب عامله ازاي؟ هل زي القاهره ولا ارخص ولا اغلى؟ وانت لو جيت هنا هتصرف كام؟ بالك هو كيلو بانيه تفرق شويه، او يعني الصدور بتبقى اغلى شويه، لكن مش ب 200 جنيه. ما كيلو لحمه بقى بكام يا جماعه؟ الكيلو لحمه معدي 400 تقريبا. اتمنى ان يكونش ده في الفيديو. في الفيديو. اوكي. يا جماعه الجبنه مش عارف اتضحك علينا ولا لا، بس جبنا الفراخ 2 كيلو بانيه ب 400 جنيه، فمش عارف دي الاسعار الطبيعيه ولا لا. اوكي بقى في كذا نوع رز، وقد ايه يعني مش فاهم. هو صغير، ده كفايه قوي. انا 7 اشخاص. خلصت يا عم؟ 20 جنيه ده كامل الدسم؟ اه ينفع؟ ايوه ولا منزوع؟ ده مش منزوع. شوفها بكام كده؟ 37 تمام؟ ده السعر الطبيعي؟ هو الثاني ب 35 مش فارقه يعني. خلاص ماشي. جبنة موتزاريلا؟ في الثلاجة. كيس صغير كيس صغير. انت عايزها سادة ولا عايزها ميكس ولا؟ لا عادية. كيس زي كده. زبادي وزبدة و جبنة موتزاريلا وكيس رز وبصل، وده لسه بره ده كان توابل فراخ. 150. اعتقد عدوا 200. الاسعار اغلى هنا من القاهرة. الاسعار بتاعت الحاجات بتبقى اغلى من القاهرة. بص الاسعار كل يوم في متغير. كل يوم متغير. يعني كل يوم حاجة بتاعتها. ما بتصرفش قوي يا بوك. ايه؟ ما بتصرفش قوي. عارف. طب احنا نحط البطاطس هتعمل بيها فراخ صح؟ هتقطع مع الفراخ كده بس مش هتبقى يعني اساسي يعني مين؟ طيب ماشي. 35. بس انا مبسوط. اكسبيرينس لطيفة جدا. صح؟ بس هو الاسعار اغلى شويه من القاهره والجوده اقل بكتير من القاهره. دي حاجة بصراحة يعني، بس أنا مستغرب إن دول غاليين 35 جنيه. ما هو اعتبرنا سياح. يعني غالي؟ لا يعني مش عارف، اصل انا ما اشتريتش مش فاكر يعني. مش عارف في القاهره الاسعار ايه، بس هي أوكي. طبعا اغلى شويه. وتاني حاجه اعتبرنا سياح. ما انت برضه داخله بكاميرا وانا عايش فيها. دخله بكاميرا فعلا، فلازم نغلي يعني. الفكرة إن أنت كل ما بتروح له كل مرة بيبقى أسعار مختلفة نهائي عن بعض، ممكن واخد نفس الحاجة والسعر مختلف، مش عارف إزاي بيحسبوها حسبة إزاي، مش عارف. من زمان اللي هو إيه ما عملتوش؟ تنزل تشتري بقى الخضار بنفسك والحاجات يا ما بنفسك. عملتوش ده من زمان؟ بس كل دلوقتي بيعمل دليفري يعني حتى بتاع الخضار. الناس اعتمدت الفترة دي خالص على الدليفري، بقينا كسولين جدا يا جماعة والله. كسل مش طبيعي. هو انت بتتكلم اكتر مني عشان انت ماسك الكاميرا ولا مالهاش علاقه؟ لا عشان انا صاحب الفيديو. دلوقتي بندور على حاجة نعمل فيها الأكل. الأكلة اللي بتتعمل النهاردة هي رز معمر. يعني أنا ما أعرفش أنا أكلتها قبل كده، لا مش فاكر إن أنا أكلتها قبل كده، فهنجرب. حلوة البتاعة دي، كاوبوي أوي صح؟ اهم في رز معمر ان هو كان يبقى اصلا ليه فخار. طمن يعني، حاسس ان انا هاكل اكله حلوه، مش عارف ليه. عارفه التحضيرات بتاعت الاكل دي اللي بيبقى فيها اكل كتير متحضر بقى متركين ومش عارفين، الاكل يطلع حلو في الاخر. كل ده عشان سويت بطاطس. الريحه والاكل شكلهم فجر يا جدعان، فجر. اكسبيرينس مختلفه واكل مختلف بقى من الناس التانيه بقى، من هوم ميد بقى مش مطاعم. هناكل احلى اكل النهارده والله. انا جوعت فشخ.
God.